الان سلا استعدادات على قدم وساق من اجل استقبال المنتخب الوطني المغربي اسود الاطلس على الحافله الخاصه اللي غيتم النقل فيهم. الان تتم الاستعدادات الاوليه من اجل استقبال الاسود اللي شرفوا كرة القدم العربيه والافريقيه في مونديال قطر 2022. حقيقه الان كنشوفوا استعدادات خاصه هنا بمدينه الرباط او بسلام من اجل استقبال اسود الاطلس. الان تشوفوا الحافله اللي كتقوم الان باستعدادات يعني او كما كنقولوا كتراسي الطريق اللي غادي يجولوا فيها اسود الاطلس لاعبي المنتخب الوطني اسود الاطلس اللي نتمنوا لهم عوده ميمونه. اذا الان والكل يعني المغاربه كينتظر والكل كيترقب عوده المنتخب الوطني المغربي الى ارض الوطن من اجل الاحتفاء بهم واحتفاء بكل المجهودات القيمه اللي قاموا بها في مونديال قطر 2022 واللي خلونا نكونوا مفخرة العرب والأفارقة. طبعا عن طريق المنتخب الوطني المغربي تحقق الحلم العربي الإفريقي وهو التأهل إلى النصف واحتلال المرتبة الرابعة في هذه المنافسة العالمية. أسود الأطلس اللي أبانوا على أن المستحيل ليس عربيا ولا إفريقيا واللي أعطاو صورة مشرفة على الرياضة العربية والإفريقية بصفة عامة. طبعا المنتخب الوطني المغربي هو المنتخب العربي الوحيد اللي وصل للمربع الذهبي في هذا المنافسة العالمية اللي كما شفتوا الكل شاهد والكل تابع على المباشر على أنه من خلال أسود الأطلس تم إقصاء أكبر المنتخبات العالمية واللي كانت هي المرشحة للظفر باللقب إسبانيا والبرازيل وبلجيكا وكندا، وكذلك المقابلة المشرفة اللي كانت سواء مع فريق منتخب فرنسا أو منتخب كرواتيا رغم الخسارة، لكن خسر بطعم الفوز، فوز قلوب الملايين عبر العالم. فمن خلال هذه المنافسة هذه تغيرت الموازين وتعطت طابع خاص، وهو أن المنتخبات سواء العربية والإفريقية ما بقاش كتآمن بالفوارق. هنا الكل قادر على أنه يخلي البصمة ديالو كما خلاتها أو كما خلاها المنتخب الوطني المغربي أسود الأطلس. إذا هذه الحافلة المكشوفة اللي الآن كنشوفوا أنها كاينة استعدادات كبيرة على قدم وساق من أجل استقبال أسود الأطلس، واللي كنشوفوا على أنه غادي يكون واحد الاستقبال شعبي كبير من طرف المغاربة، وكذلك اللي غيكون استقبال من طرف صاحب الجلالة نصره الله الرياضي الأول بالمملكة المغربية. فنتمنوا حظ موفق للجميع، نتمنوا عودة موفقة لأسود الأطلس إلى أرض الوطن. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي كتشوفوا معنا على المباشر الحافلة اللي غيكون على متنها لاعبي المنتخب الوطني المغربي وكذلك طاقم التقني والنخيب الوطني اللي غادي يتم يعني استقبالهم من مطار سلا، وغادي يتم الجوله غادي تدور او غادي تستمر في شوارع الرباط، واللي غادي تختتم في القصر الملكي اللي غيتم استقبال على شرف اللاعبين، استقبال خاص من طرف صاحب الجلاله تعبيرا عن حبه وافتخاره واعتزازه بما قدموه في هذا المونديال، مونديال قطر اللي شرفوا الرايه المغربيه والعربيه والافريقيه عاليا. ومن خلال يعني المشاركه ديالهم اكدوا على ملحمه الشعب والعرش اللي كترجم خروج صاحب الجلاله نصره الله الى الشوارع من اجل الاحتفال مع شعبه واحتفال بهذا الفوز وهذا الانتصار العظيم. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي كيف ما كتابعوا معنا الان على المباشر الحافله اللي غادي تكون يعني مكشوفه واللي غادي تستقبل اسود الاطلس، اللي غادي تستقبل اسود الاطلس واللي غادي تكون جوله هنا في شوارع الرباط. هي الان على استعداد او الان يعني على استعداد باش انها تستقبل اللاعبين ديالنا واللي شرفونا عالميا واللي حنا بدورنا كنفتخروا بهم. نتمنوا لهم حظ عوده موفقه ان شاء الله. الان على ما يبدو ان كل من اللاعب زياش وعلى ما اظن بوخلال او مزراوي، زياش او مزراوي على ما اظن، هما غادي يحطوا الرحال ديالهم، هما اللي غيسبقوا اللاعبين، غيحطوا الرحال ديالهم بعد قليل
في المطار هنا بسلا، واللي الاسر ديالهم كتنتظرهم. حنا كذلك بدورنا نحاولوا اننا نرصدوا لكم يعني التغطيه الاعلاميه للاستقبال الشعبي اللي غيكون كبير، اللي من خلاله الشعب المغربي غيوصل رساله حب وشكر وامتنان لكل من اللاعبين اللي قدموا الغالي والنفيس في هذه المنافسه العالميه، في هذه المنافسه الكبيره. وكذلك نخيب الوطني اللي برهن على حبه للوطن، واللي قدم يعني في واحد الظرف صغير اللي استقبل فيها او اللي تمكن على انه يكون ناخب وطني في واحد الظرف اللي هو وجيز، قدر على انه ينشا منتخب عظيم، منتخب اللي رجع مفخره في كل على لسان العالم. هنا كنشوفوا يعني المره كياخذوا صور تذكاريه مع الحافله المكشوفه اللي غادي تستقبل اسود الاطلس هنا بالرباط، واللي كنشوفوا يعني المره والساكنه والجميع يعني كيحاولوا انهم ياخذوا صور تذكاريه مع هذه الحافله هذه اللي هي مكشوفه من الفوق، اللي غادي من خلالها غنشوفوا حتى حنايا بدورنا اللاعبين ديالنا اللي كنفتخروا بهم، اللي قدموا اداء رائع، اداء شيق، اداء في المستوى اللي خلانا نكونوا مفخره في لسان كل الحبيب كما كنقولوا العدو قبل من الصديق، يعني كنا مفخره وكنا في لسان العدو اكثر من الصديق. فهنيئا لنا بهذا الانجاز التاريخي، واللي كنتمناو كما قال النخيب الوطني وليد الركراكي. حنا الان في البدايات ديالنا، طبعا هذا كاس العالم هو اننا عرفنا فيه الامكانيات ديالنا وعرفنا القدرات ديالنا، وقادرين ان شاء الله نخلقوا المفاجاه في باقي المنافسات وباقي المباريات. كنتظرنا كاس افريقيا واللي نتمناو على اننا نمثلوا الرايه المغربيه احسن تمثيل. اذا الان كما تشوفوا معنا الحافله اللي غادي تنقل اللاعبين واللي غادي دير جوله في شوارع الرباط باللاعبين، هي الان على قدم وساق من الاستعدادات الاوليه اللي كنشوفوا الان تتجرب الطريق، يعني كيشوفوا واش يقدروا على ان الحافله تمر من هذه القنطره هذه، واش اللاعبين ما يتقاصوش مع يعني في الرؤوس ديالهم الى قطعوا هذه القنطره هذه والقنطرات المجاوره او المماثله لها. اذا نتمناو عوده ميمونه لاسود الاطلس، ونتمناو حد موفق او نتمناو حد موفق في باقي المنافسات. الى هنا مشاهدي قناه شوف تي في نقول لكم انتظرونا بعد قليل. دمتم بألف خير والى سلا استعدادات على قدم وساق من اجل استقبال المنتخب الوطني المغربي اسود الاطلس على الحافله الخاصه اللي غيتم النقل فيهم. الان تتم الاستعدادات الاوليه من اجل استقبال الاسود اللي شرفوا كرة القدم العربيه والافريقيه في مونديال قطر 2022. حقيقه الان كنشوفوا استعدادات خاصه هنا بمدينه الرباط او بسلام من اجل استقبال اسود الاطلس. الان تشوفوا الحافله اللي كتقوم الان باستعدادات يعني او كما كنقولوا كتراسي الطريق اللي غادي يجولوا فيها اسود الاطلس، لاعبي المنتخب الوطني اسود الاطلس اللي نتمنوا لهم عوده ميمونه. اذا الان والكل يعني المغاربه كينتظر والكل كيترقب عوده المنتخب الوطني المغربي الى ارض الوطن من اجل الاحتفاء بهم واحتفاء بكل المجهودات القيمه اللي قاموا بها في مونديال قطر 2022 واللي خلونا نكونوا مفخرة العرب والأفارقة. طبعا عن طريق المنتخب الوطني المغربي تحقق الحلم العربي الإفريقي وهو التأهل إلى النصف واحتلال المرتبة الرابعة في هذه المنافسة العالمية. أسود الأطلس اللي أبانوا على أن المستحيل ليس عربيا ولا إفريقيا، واللي أعطاو صورة مشرفة على الرياضة العربية والإفريقية بصفة عامة. طبعا المنتخب الوطني المغربي هو المنتخب العربي الوحيد اللي وصل للمربع الذهبي في هذا المنافسة العالمية اللي كمشتوا الكل شاهد والكل تابع على المباشر على أنه من خلال أسود الأطلس تم إقصاء أكبر المنتخبات العالمية واللي كانت هي المرشحة للظفر باللقب
اسبانيا والبرازيل وبلجيكا وكندا، وكذلك المقابله المشرفه اللي كانت سواء مع فريق منتخب فرنسا او منتخب كرواتيا، رغم الخساره لكن خساره بطعم الفوز، فوز قلوب الملايين عبر العالم. فمن خلال هذه المنافسه هذه تغيرت الموازين وتعطات طابع خاص، وهو ان المنتخبات سواء العربيه والافريقيه ما بقاش كتامن بالفوارق. هنا الكل قادر على انه يخلي البصمه ديالو كما خلاتها او كما خلاها منتخب الوطني المغربي اسود الاطلس. اذا هذه الحافله المكشوفه اللي الان كنشوفوا انها كاينه استعدادات كبيره على قدم وساق من اجل استقبال اسود الاطلس، واللي كنشوفوا على انه غادي يكون واحد الاستقبال شعبي كبير من طرف المغاربه، وكذلك اللي غيكون استقبال من طرف صاحب الجلاله نصره الله الرياضي الاول بالمملكه المغربيه. فنتمنوا حظ موفق للجميع، نتمنوا عوده موفقه لاسود الاطلس الى ارض الوطن. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي كتشوفوا معنا على المباشر الحافله اللي غيكون على متنها لاعبي المنتخب الوطني المغربي وكذلك الطاقم التقني والنخيب الوطني اللي غادي يتم يعني استقبالهم من مطار سلا، وغادي يتم الجوله غادي تدور او غتستمر في شوارع الرباط، واللي غادي تختتم في القصر الملكي اللي غيتم استقبال على شرف اللاعبين، استقبال خاص من طرف صاحب الجلاله تعبيرا عن حبه وافتخاره واعتزازه بما قدموه في هذا المونديال، مونديال قطر، اللي شرفوا الرايه المغربيه والعربيه والافريقيه عاليا. ومن خلال يعني المشاركه ديالهم اكدوا على ملحمه الشعب والعرش اللي كترجم خروج صاحب الجلاله نصره الله الى الشوارع من اجل الاحتفال مع شعبه واحتفال بهذا الفوز وهذا الانتصار العظيم. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي كيف ما كتابعوا معنا الان على المباشر الحافله اللي غادي تكون يعني مكشوفه، واللي غادي تستقبل اسود الاطلس، اللي غادي تستقبل اسود الاطلس، واللي غادي تكون جوله هنا في شوارع الرباط. هي الان على استعداد، او الان يعني على استعداد باش انها تستقبل اللاعبين ديالنا واللي شرفونا عالميا، واللي حنا بدورنا كنفتخروا بهم. نتمنوا لهم حظ عوده موفقه ان شاء الله. الان على ما يبدو ان كل من اللاعب زياش وعلى ما اظن بوخلال او مزراوي، زياش او مزراوي على ما اظن، هما غادي يحطوا الرحال ديالهم، هما اللي غيسبقوا اللاعبين، غيحطوا الرحال ديالهم بعد قليل في المطار هنا بسلا، واللي الاسر ديالهم كتنتظرهم. حنا كذلك بدورنا نحاولوا اننا نرصدوا لكم يعني التغطيه الاعلاميه للاستقبال الشعبي اللي غيكون كبير، اللي من خلاله الشعب المغربي غيوصل رساله حب وشكر وامتنان لكل من اللاعبين اللي قدموا الغالي والنفيس في هذه المنافسه العالميه، في هذه المنافسه الكبيره. وكذلك النخيب الوطني اللي برهن على حبه للوطن، واللي قدم يعني في واحد الظرف صغير اللي استقبل فيها او اللي تمكن على انه يكون ناخب وطني في واحد الظرف اللي هو وجيز، قدر على انه ينشا منتخب عظيم، منتخب اللي رجع مفخره في كل على لسان العالم. هنا كنشوفوا يعني المره كياخذوا صور تذكاريه مع الحافله المكشوفه اللي غادي تستقبل اسود الاطلس هنا بالرباط، واللي كنشوفوا يعني المره والساكنه والجميع يعني كيحاولوا انهم ياخذوا صور تذكاريه مع هذه الحافله هذه اللي هي مكشوفه من الفوق، اللي غادي من خلالها غنشوفوا حتى حنايا بدورنا اللاعبين ديالنا اللي كنفتخروا بهم، اللي قدموا اداء رائع، اداء شيق، اداء في المستوى اللي خلانا نكونوا مفخره في لسان كل الحبيب كما كنقولوا العدو قبل من الصديق، يعني كنا مفخره وكنا في لسان العدو اكثر من الصديق. فهنيئا لنا بهذا الانجاز التاريخي، واللي كنتمناو كيف ما قال النخيب الوطني وليد الركراكي. حنا الان في البدايات ديالنا، طبعا هذا كاس العالم هو اننا عرفنا فيه الامكانيات ديالنا وعرفنا القدرات ديالنا، وقادرين ان شاء الله نخلقوا المفاجاه في باقي المنافسات وباقي المباريات. كينتظرنا كاس افريقيا، واللي نتمناو على اننا نمثلوا الرايه المغربيه احسن تمثيل. اذا الان كما تشوفوا معنا الحافله اللي غادي تنقل اللاعبين واللي غادي دير جوله في شوارع الرباط باللاعبين، هي الان على قدم وساق من الاستعدادات الاوليه
اللي كنشوفوا الان تتجرب الطريق، يعني كيشوفوا واش يقدروا على ان الحافله تمر من هذه القنطره هذه، واش اللاعبين ما يتقاسوش مع يعني في الرؤوس ديالهم الى قطعوا هذه القنطره هذه والقنطرات المجاوره او المماثله لها. اذا نتمناو عوده ميمونه لاسود الاطلس، ونتمناو حد موفق او نتمناو حد موفق في باقي المنافسات. الى هنا مشاهدي قناه شوف تي في، نقول لكم انتظرونا بعد قليل. دمتم بألف خير والى اللقاء.